ان ما يمكنش مجلس اللي دبر هذه الملايير هذه وإلا درنا واحد الدويره السي خالد في المدينه غتبان لك. قول لي انت واش خسرات هذه الفلوس هذيك؟ الرئيس بوحدو يحتكر جميع الاختصاصات. هذه ما كايناش شي جماعه ما كايناش شي جماعه الان. لماذا هذا الاحتكار؟ هذه علامه استفهام. علاش كيحتكر التعمير؟ لماذا التعمير؟ انا ننتمي الى اقليم تماره. تماره ستكون مدينه موندياليه، احنا جزء من هذه المدينه الموندياليه. واش كيبان لك احنا ممكن يكون عندك السياح؟ انا هذا الشيء ديال الاغين بي بي وهذا الشيء ديال راه الناس يسكنوا عندك. دابا ضروري تلقى عندنا معمرين البانيوات ومعمرين الباز، داك الشيء قروي. معمرين بقى تنديروا الاحتياط، لان كما قلتي قبيله دائما الويكاند مقطوع، خاصه الاناره مره الضوء هذا الماء خلاص. والماء هي واحد الماده حيويه ما يمكنش تقطع على المواطنين. كاين ديروا تصور مستقبلي للمستقبل، ما كنديرش الحلول الترقيعيه باش نوصل للانتخابات. كنرقع شي شويه باش نبان انا مزيان نوصل للانتخابات نرجع عاوتاني نزيد عاوتاني واش فهمتيني. الحلول الترقيعيه ان المدينه خاصها شركه ديال النظافه. للاسف الى حدود الساعه حنا كنتسناو دابا عندنا الامل في السيد العامل هو اللي غادي يضغط على المجلس بانه يدير السيناره. ما غدارش هذه المجموعه ديال الناس ديال الاناث راه لا درتي في عين عوده ما غتلقاش حتى 10 ديال الناس اللي خدامين. ولكن الاخرين يشتغلون فقط من اجل الانتخابات، راهم جالسين في القهاوي ويمررون الرسائل للمواطنين. هذاك الملف هذاك العدد هذيك الجيوش انا كنسميها جيوش ديال الاناث هي تنتمي الى الاتحاد الدستوري وخدامه في المقاهي وتخدم لك الانتخابات. وإلا دخلت الشركه راه المنطق ديالها واضح، غتخدم غتخلص، ما غتخدمش ما غتخلصش. راه صاحبي التلوث بيئي. الناس راه ما واعيينش بالخطوره ديال هذه الاشياء هذه اللي تنقولوا حنايا. راه الله يحفظ نقول لك هذاك الامر هذاك حنا كعائله الا تسبب ليك في واحد الطفل ولات عنده الضيق والحساسيه، اعاقه داخل هذاك الاسره، اعاقه داخل ذاك الاسره. واللي ما هذيك شي مالادي كرونيك اللي ما غداويهاش راه ما تداواش. راه الصف ماشي صف. راه الا داز شي حد براني يقول لك واش مظاهره تما وجيران الناس كتسنى الطوبيس. هذا الاشكال ديال تسليم السكنه الى حدود الساعه الشطر واحد المجموعه ديال الاشطر ما كاينش تسليم السكنه. هذا الامر غير مفهوم. هذه النزله ديال البنزاوه ديال كاين واحد التاخر في هذه العمليه. هي عمليه معقده جدا باش ما نكونوش زعما هي عمليه صعبه ومعقده جدا، ولكن على الاقل كاين على الاقل زعما لان هذوك المواطنين راه كيصوتوا عليه في البرلمان رغم المجهودات الكبيره جدا تدير الدرك الماليه. العناصر قليله جدا ما يمكنلكش دير تما امبوسيبل تغطي المدينه وصعب جدا حتى لوجيستيكيا وهذا صعب جدا. افتح ليه واش حنا سادين عليه التيرانات خصو يخلص عليه يدخل، وافتح ليه الشاب انه يلعب كره القدم، وافتح ليه يمشي ليه للثقافه، ودير ليه المسرح، ودير ليه الموسيقى، وخليه يتنفس. الشاب ساد عليه كل شيء، ساد عليه التيرانات خصو يخلص، ما عندوش اصلا الوضعيه الاجتماعيه انت كتعرف ديال المواطنين. ساد عليه دار الثقافه، ودار الثقافه انا ما فهمتش هذه دار الثقافه هذه من المصالح اللاممركزه كيتحكم فيها المجلس. ما فهمتش انا هذا الشاب هذا حنا سادين عليه هذا الشيء. ما كاينش تشغيل. الشركات كلها راك شتي عندنا شركه واحده كتشغل غير النساء، هذه الجمعيات كلهم طحنوا من المجلس. علاش؟ لانهم ما كيمشيوش معاه في الاخوان في الانتخابات، لانه ما كتعطيش المنحه، وكتعطى المنحه لواحد الجمعيه اللي ما عمرها دارت نشاط ولا نشاط صفر. بحال الوطيل، راه وطيل كيجيو الناس كيناسوا يمشيو يخدموا في الرباط ولا في سلا ولا في تماره، لان هنا ما كاينش الخدمه ولا اجتماع واحد ولا مبادره واحده من اجل الاستثمار. ولا انا لا بانت لكم الاخوان راه ما بانش ليا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست أسئلة على جريدتكم أو جورنال. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مدينة عين عودة، مدينة كتغير بسرعة ولكن مازال كتعاني من مجموعة ديال الإكراهات اللي متشابكة صراحة. التعمير والنقل، مشكل الماء والكهرباء والتهميش، كذلك البطالة في صفوف الشباب. ضيفي اليوم الأستاذ رشيد اللك، أحد أبرز الأصوات المعارضة في المجلس الجماعي لعين عودة، والناشط السياسي الذي لا يتوانى عن كشف أعطاب التسيير داخل الجماعة. أستاذ رشيد مرحبا بك. مرحبا أستاذ خالد، وشكرا على الاستضافة وعبركم كنشكركم عبرك انت كنشكروا المشاهدين والمتتبعين ديالك وكنحييوهم. أستاذ قبل ما نبداو بغيناك تعطينا واحد الورقة تعريفية على شكون هو رشيد اللك. رشيد اللك أستاذ جامعي بالمعهد العالي للصحة،
ناشط حقوقي وكذلك فاعل جمعوي سابقا. في الحقيقه ما بقيناش كنشطو في المستوى العمل الجمعوي نظرا للوقت، ولكن كان مسار طويل في الميدان الاجتماعي والجمعوي. كنت اطارا سابقا في مؤسسه التعاون الوطني ورئيس مصلحه مكلف بالطفوله. تقريبا هذا هو المسار ديال رشيد اللق. حاليا كما قلت لك انا استاذ جامعي بالمعهد العالي للصحه، استاذ القانون الاداري. تبارك الله عليكم. هذه النقطة هذه الأخرى هذه هي اللي كنت باغي نشير لها، أنكم دكتور في القانون. استاذ القانون الاداري. تبارك الله عليكم أستاذ. أستاذ رشيد، من خلال البيانات الأخيرة اللي كنتوا صرحتوا بها في أحد مقابلات الصحفية، تحدثتم عن غياب تام لأي إنجاز منذ سنة 2009 للمجلس الجماعي لعين عودة. بغيناك تقول لنا علاش من اساس بنيتوا هذه الفكره ديالكم، واش ما كانتش نوع من القسوه في هذا الحكم؟ اولا الاخ خالد، يمكن هذاك التصريح اللي دليت به لواحد الجريده كان مبني ماشي غير على ارقام وحقائق. انا عطيت فيه حتى ارقام، لان تنتحدثوا على الارقام، تنتحدثوا على الميزانيات. الميزانيه من 2009 ل 2025، لان كانت بزاف ديال الناس ما فهموش، ولكن هذه مناسبه، هذا سؤال ممتاز من اجل التوضيح. تكلمنا على ازيد من 90 مليار، تكلمنا هذه ارقام اللي خديناها من الميزانيات اللي منذ تولي رئيس الجماعه عن حزب الاتحاد الدستوري تدبير الجماعه ديال عين العوده منذ 2009، تقريبا ما يقارب 16 سنه. ودرنا المتوسط او المعدل ديال الميزانيه اللي درنا ما بين 6 او 7 ديال الملاير. الا ضربتيها في هذه 16 سنه هذه راه غادي تعطيك ازيد. حنا راه قلنا 90 مليار، هي ازيد من 90 مليار. وبالتالي التدبير ديال هذه الاموال كامل لا ينعكس على المدينه، وقلنا في هذاك الفيديو انه لا ينعكس على المدينه حقيقه، لان ما يمكنش مجلس اللي يدبر هذه الملايير هذه ولا درنا واحد التطويرات سي خالد في المدينه غتبان لك. قول لي انت واش تخسرات هذه الفلوس هذه كامله، هذه الملايير هذه واش تيبان لك انها بانت على المدينه هذه الفلوس كامله؟ الا مشينا دابا من غير هذا الشارع الرئيسي اللي هو اصلا كما صرحت في الفيديو السابق، هذه الشوارع الرئيسيه اللي هي دارتها الدوله ما كتدخلش في هذيك الملايير، ما تدخلش في هذيك ما يزيد عن 90 مليار. هذه دارتها الدوله من الميزانيات ديالها. الطريق اللي كتادي لام عزه ولا الرباط، هذيك هي في اطار العلاقات المغربيه الخارجيه مع الاخوان، مع الاشقاء في الخليج. يعني هذه ديال اللي كتدي المنزه في اتجاه الرباط حتى هي كذلك بميزانيه ديال وزاره التجهيز مع الجهه ديال الرباط سلق نطره. دونك هادو هما الشوارع الرئيسيه اللي كيبانوا لنا مصلوحين. ما تبقى الى دخلتي لداخل واش غادي تبان لك الاثار ديال هذيك ما يزيد على 90 مليار؟ واش كتبان لك كاينه؟ التبليط ديال الازقه ما كاينش، الاناره العموميه ما كايناش. غادي نجيو لهذه التفاصيل هذو. مرحبا. قبل ما ندخلوا لهذه التفاصيل هذو، تحدث لنا بصراحه كيفاش كتقيموا انتم كمعارضه الوضع السياسي داخل المجلس الجماعي؟ واش كاين واحد الجو ديمقراطي مثلا في الاجتماعات اللي كيداروا في الاجتماعات ديال التداول؟ انا في الحقيقه الاخ خالد، انا هذا السؤال هذا في الحقيقه انا تمنيت تسالوا للناس اللي في الاغلبيه، الاخوان اللي في الاغلبيه يجاوبوك على هذا السؤال. هل هناك ديمقراطيه؟ واش كاينه شي ديمقراطيه بيناتهم؟ انا نعطي غير مثال بسيط، وهذا رانا ناديت به وكتبت به انا وكتبنا في اطار الحق في تقديم المقترحات، على اساس ان النواب، وهل يعقل ان المشرع اعطى النواب الحق في التفويض ديال المهام، ماشي تفويض ديال ليغاليزاسيون للحاله المدنيه ديال المهام. هذا كيتكلف قطاع النظافه، هذا كيتكلم في قطاع التعمير، هذا كيتكلف. المشرع ما دارش عبثا وجا قال ودي في القانون 113 14 نعطيو تفويضات النواب. علاش؟ لتسهيل وتيسير العمليه الاداريه للمواطنين وتسريع العمليه الاداريه. الدوله اليوم كتقول لك ودي 55 19 تبسيط المصادر الاداريه والى اخره. الرئيس بوحده يحتكر جميع الاختصاصات. هذه ما كايناش شي جماعه ما كايناش شي جماعه الان نمشيو للجماعه يا ام عزه قريبه لينا، مثلا نعطيو مثال ديال ام عزه او نعطيو امثله كاع ديال الجماعات اللي حدانا، غتلقى النواب عندهم التفويض ديال الاختصاص. علاش؟ كيوزعوا الاختصاص من اجل تبسيط وتسريع، كما قلت لك تبسيط وتسريع وتسهيل الماموريه على المواطنين. انا مثلا ملي كنعرف نائب عنده التفويض ديال الاناره العموميه كنعيط للنائب، علاش نعيط للرئيس؟ فهمتيني؟ عنده التفويض ديال في التعمير، كاين اشكال في التعمير غنعيط للنائب، كتكون السهوله.
ملي كدير التقسيم ديال ليطاج كتسهل الامور وكتمشي الامور بشكل جيد. لماذا هذا الاحتكار؟ هذه علامه استفهام. علاش كيحتكر التعمير؟ لماذا التعمير؟ ولماذا الاناره العموميه؟ ولماذا كنجمع الاختصاصات كلها؟ اذا كاين شي اشكال تما، علاش انت باغي تجمع التعمير، واللي بغى شي حاجه في التعمير يجي عندي، واللي بغى شي حاجه في هذا يجي عندي؟ ما تقدرش تجاوبنا انت على هذا السؤال. هذا سؤال عارض، هذا سؤال غتجاوب عليه المفتشيه الوزاره الداخليه، يمشيو يشوفوا الناس ديال التعمير شنو كاين تما وشنو كيتسنى وشنو. هذا انا سؤال ما نجاوبش عليه لان ما عندناش المعطيات، خصنا نعرفوا علاش هذا الاحتكار. دونك غندوزو لواحد النقطه اللي صراحه بديتي كتهضر فيها، ديال النقطه ديال البنيه التحتيه والتهيئه داخل المدينه. من اكثر الملفات اللي تيتشكوا منها صراحه المواطنين هو قضيه ديال اللي قلتي ديال الطرق داخل الاحياء، الاناره، الارصفه. شنو التقييم ديالكم نتوما كمعارضه؟ شوف، ملي كتكون انا هذا الشيء في الحقيقه حنا كنطرحوا بزاف ديال الامور داخل المجلس. شي ملي كتكون عندك العقليه، ما غنقولش انا العقليه البدويه، وانما التسيير القديم والمنطق ديال ان هذه المدينه هذه باقا قريه. دابا حنا كنسيروا بالمنطق ديال القريه، راه ما كنسيروش بمنطق المدينه. المدينه كبرات، خاص تصور، خاص الاجتهاد، خاص الابتكار، خاص تكون عندك رؤيه، وكنبحث على الشركاء. راه ممكن المجلس في بعض الاشياء يقدر ما يكونش عنده في شي مسائل ما يقدرش عنده الامكانيات. كنمشي كنقلب على الشركاء، انا راه كيقول لك اودي راه الاختصاصات المشتركه، مشي نبحث على فين هي الاختصاص. عمرو لم يتم ولا مره واحده جبنا شي اتفاقيه شراكه في شي حاجه قلنا ودي حنا راه مشينا للوزاره الفلانيه ولا الجهه وجبنا واحد الشراكه معينه من اجل اصلاح ولا بناء ولا نهائيا. وبالتالي هذه العقليه القديمه وهذه العقليه ديال المنطق القروي ديال المدينه هو اللي مخليها الا دخلتي لداخل يبدو، الا ما صورتي من تشوف الشارع، الا دخلتي لداخل غتقولوا ودي راه حنا في شي قريه بعيده جدا، ولا حنا راه قريه ماشي، هذه راه مدينه ولات حنا تقريبا ما يفوق دابا 100,000 نسمه. عندنا نستافدوا من القرب ديال العاصمه الرباط، عندنا تحديات كبرى في المستقبل. حنا ننتمي الى اقليم تمارا ستكون مدينه موندياليه، حنا جزء من هذه المدينه الموندياليه. واش كيبان لك حنا ممكن يكون عندك السياح، انا هذا الشيء ديال الاغين بي ان بي وهذا الشيء ديال راه الناس يسكنوا عندك في المدينه، واش انت هيئتي راه غيجيو السياح غيسكنوا راه الوجه ديال المغرب والوجه ديال البلاد، راه ماشي ديالي انا مستشار، راه اليوم كاين انا غدا ما نكونش كاع في المجلس، ولكن هذا وجه ديال البلاد، وجه ديال خصنا ننميو. الناس كتجتهد وتتعاكر من اجل انها بحال عندنا شي عرس في المستقبل. الناس كتوجد وكتحضر يعني دايره واحد المجهود كبير. الان كما تلاحظ انت الدوله راه دايره واحد المجهود كبير، ولكن هذا المجهود او هذه السرعه اللي غادا به الدوله للاسف ان الجماعات ما كتمشيش معها في نفس السرعه للاسف. وهذا بسبب مجموعه من المسؤولين اللي ما عارفينش، اللي ما عندهمش الوعي بهذه السرعه اللي غادا فيها البلاد والتوجه اللي غادا فيه والتنميه اللي غادا. جلاله الملك يدعو الى التسريع في هذه المشاريع التنمويه والى التسريع، لان احنا غاديين في التوجه ديال الدوله الاجتماعيه. انا غنجيك الدوله الاجتماعيه نجيو المحور لان باش ما نسبقش المحاور ديال التشغيل وهذا غنجيو نهضروا فيه. ندوزو لواحد النقطه حتى هي مهمه، اللي هي المشكل ديال الضوء والماء. المواطنين في عين عوده تيتشكاو من قطاعات متكرره، سواء الماء ولا الضوء. ربما في الويكاند غالبا تيتقطع واحد فيهم. وعاد نرجعوا للنقطه ديال الفواتير. تتشكى مجموعه من المواطنين انها غاليه مقارنه مع جماعات اخرين. شنو الراي ديالكم في هذه النقطه؟ واش كانت هنالك مبادرات من اجل ان المجلس يضغط مثلا على المكاتب المسيره لهذا القطاع في عين عوده؟ غنرجع معك النقطه ديال من 2009 واش هاد الناس كيسيروا من 2009 وما لقاوش الحل او ما داروش بنيه تحتيه فيها. كنفكر المستقبل بان غادا تكون 100,000 و120,000 و140,000 و200,000. داروا بنيه تحتيه هذيك، راه هاد الناس هادو اللي تسبوا راه مجموعه ديال الاحياء كتلقى البنيه التحتيه ديال الماء ولا ديال صغيره جدا ما كتماشاش مع العدد ديال السكان، وبالتالي هذا الشيء هذا كينعكس على الماء ولا كيتقطع. زائد مجموعه من الاعطاب للاسف اللي وكاين الغش، لان في هذا الشيء دابا كنعيطوا لهم حنا، راه كنعيطوا لهذاك المدير المسؤول كيقول لك راه اسمحوا لينا راه داك الانبوب راه تهرس. واش هذا الانابيب ديما كتهرس في عين عوده؟
واش حنا ماشي بحال دونك راه كاينه شي حاجه اللي مغشوشه، ماشي هي هذيك، ما يمكنش ما الرباط ما الثلاثه ما تمسنا ما كيتقطع معاهم وحدانا هادو مدن مجاوره، ما الهرهوره ما كيتقطعش ليها، ما الصخير حنا بوحدنا اللي كيتقطع. الا مشيتي جميع السكان ديال عين عوده مساكن دابا الى دابا بحال والفنا حنا دابا ضروري تلقى عندنا معمرين البانيوات ومعمرين البواز، داك الشيء قروي معمرين بقى تنديروا الاحتياط، لان كما قلت لك بدايه دائما الويكاند مقطوع، خاصه الاناره مره الضوء هذا الماء خلاص، والماء هي واحد الماده حيويه ما يمكنش تقطع على المواطنين، ما يمكنش. وحنا البراج حنا راه حدا البراج راه كيبعد علينا بامتار، راه ما يمكنش حنا بعاد قرابين للبراج اللي كيمد الدار البيضاء بالماء ومقطوع عندنا حنا في عين عوده. وبالتالي هنا انا كما قلت لك من 2009 هاد الناس هما كيدبروا ما داروش، ما كانش عندهم تصور ديال ان المدينه راه غادي تكبر. على الاقل الانسان دابا راه حنا جالسين في 100,000، راه ممكن 2030 تكون 200,000 في عين عوده، فهمتيني. بالتالي الناس خصها ملي كدير واحد التصور كديروا تصور مستقبلي للمستقبل، ما كنديرش الحلول الترقيعيه باش نوصل للانتخابات، كنرقع شي شويه باش نبان انا مزيان ونوصل للانتخابات نرجع عاوتاني نزيد عاوتاني نلبق، واش فهمتيني الحلول الترقيعيه. نقطة أخرى هي طريقة ديال التدبير ديال قطاع النظافة داخل الجامعة. كما كنعرفوا جامعة عين عودة ما مفوضاش هذا القطاع هذا لشركة خاصة، رغم أن المدينة تبارك الله راه هذا شو هذا الموضوع ديال النظافه كنت درتو في الفيديو الاخير. حنا كان واحد الاجتماع ديال السيد العام مشكور في اطار التواصل ديالو مع الجامعات، وجا في اطار الانصات للمشاكل ديال الجامعات، وكانت طرحنا حنا هذا المشكل ديال النظافه، وعطى التوجيه ديالو للمجلس، والرئيس ديال المجلس قال لي ما ودي راه لا يعقل، راه خصكم تدخلوا شركه. وهذا كان توجيه صريح ان المدينه خاصها شركه ديال النظافه. للاسف الى حدود الساعه حنا كنتسناو دابا عندنا الامل في السيد العامل هو اللي غادي يضغط على المجلس بانه يدير السيناره ما غدارش، لان لا عولنا على المجلس، لان هذا ملف. شوف الملف ديال النظافه هو ملف انا كنقول انه ملف انتخابي. تقول لي كيفاش ملف انتخابي؟ ملف انتخابي لانه كيشكل واحد الوعاء ديال مجموعه ديال الاشخاص اللي كيتخدم بهم مساكن انتخابيا. هذه المجموعه هما الناس ديال الانعاش، هذيك 186 مليون راه ديال الانعاش، وراه هضرت في هذا الموضوع وهضرت فيه. هذه المجموعه ديال الناس ديال الانعاش راه لا درتي في عين عوده ما غتلقاش حتى 10 ديال الناس اللي خدامين، ولكن الاخرين يشتغلون فقط من اجل الانتخابات، راهم جالسين في القهاوي ويمررون الرسائل للمواطنين، فلان مزيان وفلان خدام، وكيديروا الديماغوجيه للناس في المقاهي وما راه كيتخلصوا مجموعه من الاشخاص. هذا الشيء هذا قلناه حنا، وقلنا لهم ودي في اطار الحق بالمعلومه نشروا لنا اللوائح، نعرفوا هاد الناس اللي مخبيين في القهاوي، هاد الناس اللي مخبيه في القهاوي وكتنشر الديماغوجيه باش واحد حنا يبقى مستمر لينا هنايا، نجبدوهم من القهاوي يمشيو يخرجوا يخدموا على راسهم يحلوا رزقهم. وكنلقاو مساكن مجموعه من الشيوخ حنا كنحشموا كاع، تقول ليه حاشاك تجمع الازبال، كتلقى شيخ طاعن في السن مسكين عنده 70 و80 سنه هاز ديك الشطيطيبه وكتحشم كاع، ولا كيحرق الازبال ولا ما كتقدرش تهضر معاه. وبالتالي هذا موضوع، او هذا الموضوع هذا ديال العمال العرضيين، راه حنا هضرنا فيه كثير، وخاص النشر ديال اللائحه. الا كانت عندهم هما النيه الا كانت عندهم النيه ديال التدبير الصافيه، وعلق اللائحه ديال الناس ديال الانعاش نشوفوهم، علقوا نشوفوا شكون اللي خدام وشكون اللي ما خدامش. هذاك الملف، هذاك العدد، هذيك الجيوش انا كنسميها جيوش ديال الانعاش، هي تنتمي الى الاتحاد الدستوري وخدامه في المقاهي وتخدم لك الانتخابات. واذا دخلت الشركه راه المنطق ديالها واضح، غتخدم غتخلص، ما غتخدمش ما غتخلصش، ما غتجلسش في القهوه، ما عندكش الحق غتنوض غتخدم غتنظف، فهمتيني. كيحتجوا في بعض الاحيان، وحنا الامكانيات الماديه موجوده كاينه. حنا راه فائض كان عندنا فيه 5 مليار و400 في هذا الشهر جوج، راه كان عندنا فائض فيه 5 مليار و400. واش ما نظفوش؟ واش ما نجيبوش شركه، ما نتعاقدوش مع شركه؟ جيب اخويا دخل شركه تنظف. راه الناس راه شوف، راه الاثار ديال الازبال الاخوان، هاد الناس راه ما واعيين في راه الاثار ديال الازبال عندها عواقب صحيه الاخوان على الناس وعلى الاطفال. راه قلنا راه ماشي داكشي ساهل، راه من انت راه خلقتي لي، انت راه باغي تخلق واحد الجيل ديال الاطفال كله معاق، عنده الحساسيه وعنده الضيق، انت راه خلقتي لي جيل دابا كله طحنتي. اكثر داك الموضوع ديال الحرق. الموضوع ديال حنا راه قلناها، وهذاك الشيء راه موضوع خطير اصاحبي، داك التلوث بيئي. الناس راه ما واعيينش بالخطوره ديال هذه الاشياء هذه اللي تنقولوا حنايا. راه الله يحفظ، نقول لك هذاك الامر هذاك حنا كعائلات الا تسبب ليك في واحد الطفل ولات عنده الضيق والحساسيه، اعاقه داخل هذاك الاسره، اعاقه داخل ذاك الاسره، واللي مع وهذاك
هذيك سي مالادي كرونيك اللي ما غداويهاش، راه ما تداواش، انت سببتي لي وهذاك راه واحد مع عدد كثير كما قلت لك كتخلق واحد الجيل معطوب مساكن ديال الضيقه وديال التنفس وديال الامراض التنفس. يعني هذه الخطوره الناس راه ما واعيينش بها وما حاسينش بها، ولذلك حنا راه الامل ديالنا في السيد العامل من اجل اطار الاختصاصات المخوله للسيد العامل كسلطه الرقابه انها يتم وضعها كنقطه في جدول الاعمال ديال الجماعه من اجل اننا ان شاء الله ندخل الشركه. لان الامل دابا ديال المواطنين راه ما بقاش كاع، حنا ولينا دابا الناس كلهم ساكته تقول لك اودي تنتمناو من السيد العامل انه يدخل، المنعشين العقاريين كيقول لك اودي تنتمناو من السيد العامل انه يتدخل ويفكنا. المستثمرين، انا عدد ديال المستثمرين والله العظيم واحد العشاء في رمضان اللي فات، ومن الصدف انني تعشيت مع واحد السيد هو من اكبر المستثمرين في مجال العقار في اقليم تماره. قلت لي انا طرحت قلت له علاش ما تجيش تستثمر عندنا في عين عوده، زعما كاين تما كاين المجال فين تستثمر. قلت لي السي رشيد ما نجيش اخويا لتمايا، ما نجيش انا فلوسي ما نخسرهمش تمايا. قال لي كل مشاكل هذيك المدينه عندكم ما نقدرش. قال لي انا كنبني في تماره، نبني في هروران، نبني في السخيرات، الامور عندي ممتازه مخيره. قال لي تما كلكم مشاكل، كان عندي شي بقع راه باعهم. قال لي كان عندي بقع بعتهم وهرب. وهذا راه غير نموذج من عدد كبير ديال المستثمرين. ملف آخر شائك صراحة هو أنه العديد من المواطنين كيعانيوا يوميا من التنقل سواء داخل المدينة بين الأحياء ديال المدينة. كما كنعرفوا كاين طريبورتورات، وأظن كاين شي عدد ديال الطاكسيات صغار وقيلا قلال، ما عرفتش العدد بالضبط، خصوصا من الفردوس نحو العين عودة ولا من الفردوس للرباط وتمارة. واش كاين شي استراتيجية واضحة لهذا المجال؟ هذا الموضوع ديال النقل حنا هضرنا فيه بزاف، وكنت اقترحت انا في 2021 والله الا رجعتوا للمحضر 2001 اول دوره ولا ثاني دوره في 2021 اقترحت ان الجماعه تخلق شركه محليه. هذا تيخول لنا القانون، شركه محليه بدي مينيبوس، بدي مينيبوس صغار اللي غيدخلوا للاحياء. لان كاينين دابا الصعوبه ديالنا الاحياء، الا تطلع دابا المدينه صبحت متراميه الاطراف، الا بغيتي تخرج راه كاين اللي دابا 2-3 ديال الكيلومترات، مثلا الفردوس راه اكثر واحد 5 ولا 4 ديال الكيلومترات. وبالتالي هاد لي مينيبوس هما اللي غادي يدوروا داخل المدينه بواحد الثمن، كاين 2 دراهم ولا 3 دراهم، كيكون واحد الثمن اللي بسيط للمواطن باش يخرج الا بغى غير يتقدى مثلا لشارع دكاله او يجي يتقدى شي حاجه ولا واحد 2 ولا 3 دراهم كتكون يعني مناسبه لهذاك المواطن، وكذلك تتنفعوا للتجول داخل المدينه الا عنده شي غرضات. هذا المقترح هذا درناه في 2021 راه مازال في المحضر. للاسف ما تمش، الى حدود ساعه ما تمش. كاين هذا السؤال انا طرحته في واحد المناسبه، كنت مع السي رشيد العبدي رئيس الجهه ديال الرباط سبق نطره، وهضرت معاه انا على هذا الشيء ديال النقل وهذا المشكل ديال النقل في عين عوده. على حسب ما قال لي ودي انه الرباط غادا في هذا كاس افريقيا او تحضير هذا زعما هذه المناسبات اللي جايه او هذه المناسبات الرياضيه اللي جايه الان في الرباط في المدن الرئيسيه غادي يكونوا دي بيس الكتريك محافظه على البيئه وكذا صديقه البيئه، وهذه الحافلات اللي قدام غادي يعطيوهم لهذه المدن الصغرى. هذا هو اللي كاين. يمكن واش هذا الشيء قريب ولا بعيد الله اعلم، هذا الشيء اللي قال لي هذا المسؤول هذا في اطار النقاش ديالي معاه باش يمكن يكثروا العدد ديال الحافلات، لانه غير كافي. لان المواطن راه جيتي الصباح راه تتحشم كاع الصباح. اش غنقول لك، راه الصف ماشي صف، راه الا داز شي حد براني يقول لك واش مظاهرات تما وجيران الناس كتسنى الطوبيس، زائد النقل ديال حتى العدد ديال الطاكسيات وهذا هو قليل، خاصه الطاكسيات الصغار من اجل التنقل داخل المدينه هو عدد قليل جدا. نتمنى انه يرتفع ان شاء الله مستقبلا. السي رشيد، موضوع آخر مهم جدا وهو التوسع العمراني داخل المدينة، موضوع منح تراخيص البناء. واش هذا الملف هذا منظم داخل جماعة عين عودة؟ احنا في اطار في الحقيقه علاش نقول لك انا في الاول هضرت على التوزيع ديال الاختصاصات. مهم جدا ان التوزيع ديال الاختصاصات كيعطي واحد السرعه حتى الانصات. كتدخل كتلقى واحد النائب مفوض له القطاع عندك مشكل في التعمير، كتمشي كتقول لي راه عندي كذا كذا كيحل معاك الاشكال، فهمتيني. زائد عندنا واحد الاشكال هنا، واحد الخصوصيه باش نهضروا عليها حتى هي كذلك. هذه الخصوصيه حنا ديجا حنا كنا طرحناها على السلطه. هذه الخصوصيه ديال انه في هذه الاحياء الجديده
كاين واحد التعاقد ديال المهندسين مع الشركه، وبالتالي كتمنح واحد 3 سنوات فقط من اجل البناء. كتنتهي العقده خاصك تجدد او تجيب انك تجي، يا اما تجدد بالفلوس يا اما كتجيب مهندس اخر اللي كيتبع معاك الامور. حتى لهنا ما كاينش مشكل، كاين الاشكال الناس كتجدد وكتمشي كتخلص رزقها وكتقطع كتمشي كتخلص الرخصه في الجامعه، كتادي الفلوس، كيبني كيسالي يبني كيولي واحد في تسليم السكنه. علاش؟ لان تسليم السكنه مثلا كاين هذا الاشكال في الاطلس، خصوصا في الاطلس هذا الاشكال ديال تسليم السكنه الى حدود الساعه في الشطر واحد مجموعه ديال الاشطر ما كاينش تسليم السكنه. هذا الامر غير مفهوم. واش مواطن من العام اللي فات هو دافع في وضعيه قانونيه، ما نقولوش ما راه داير شي خرق قانوني في التعمير ولا شي حاجه، في وضعيه قانونيه في وضعيه سليمه وما واخدش البيرمي دابيت، وكتدور عليه العام كتجيه الضريبه لانها كتعتبر انها ارض غير مبنيه، يعني كتكونش شهاده تسليم السكنه ارض غير مبنيه، وبالتالي كيطيح في التضريب، عنده الضريبه كتزاد عليه وكيطيح في الماجوراسيون. ولا شتي مؤخرا هذا القانون اللي خرج، هذا القانون الضريبي اللي زاد في السعر ديال الضريبه، لان ما بقاتش 10 دراهم دابا ولا 30 درهم للمتر كار. يعني هذاك المواطن هو ديجا مواطن مهلوك ونزيدوا نهلكوه بالضريبه، وهو في حين انه ماشي الخطا ديالو، هو في وضعيه قانونيه باغي البيرمي دافيد، باغي تسليم السكنه. علاش متوقف؟ الله اعلم. هذا الموضوع راه طرحناه على الناس بالسلطه، على السيد الباشا، راه غادي ينظر في الموضوع، نتمنوا انه يتحل قريبا قبل ما عاوتاني يدور العام عاوتاني والناس تزاد عليهم الضريبه. بالنسبه للقضيه ديال الناس اللي كانوا ريبوا لهم سواء في المنزاه في سيدي يحيى هذا، واش كاين شي ربما كاين شي تحرك من طرف المجلس ولا هذا، بحكم ان رئيس المجلس الجماعي هنا في عين عوده كذلك هو برلماني عن هذه المنطقه؟ هذه للاسف اش نقول لك، في حق هذا الموضوع ديال البناء صراحه احنا كمجالس منتخبه في حق هذا اختصاص ديال السلطه مع وزاره الاسكان، لكن هذا لا يمنع هذا اختصاص ديال حصري ديال كيدخلوش فيه الجماعات، اختصاص حصري ديال السلطه مع الناس ديال الاسكان كتكون لجنه. ولكن هذا لا يمنع ان الدور ديال البرلماني انه على الاقل يدير بعض الملتمسات مثلا في اطار التسريع او ايجاد بعض الحلول. بعض الناس هذا دور ديال البرلماني، فهمتيني، داخل البرلمان في اطار علاقاته طرح سؤال على الوزيره ديال الاسكان او السيد وزير الداخليه او كذا، في اطار التسريع في اطار ايجاد حلول، لان الناس في الحقيقه هاد الناس لا ديال البنزاه ولا ديال كاين واحد التاخر في هذه العمليه. هي عمليه معقده جدا باش ما نكونوش زعما، هي عمليه صعبه ومعقده جدا، ولكن على الاقل كان على الاقل زعما لان هذوك المواطنين راه كيصوتوا عليه في البرلمان، على الاقل واحد السؤال ولا جوج في اطار التسريع او في اطار طلب تسريع او طلب ايجاد حلول، لان كاين بعض الناس اللي عندهم بعض المشاكل والدوله راه تتفهم، الدوله راه كتفهم من اجل ما كاين بعض الحالات الاجتماعيه، كاين كذا، كاين الناس دابا اللي عندها مده طويله هي في الكراء مازال ما تسلماتش هذيك الشقق ديالها. يعني العمليه خاص شويه ديال التدخل. البرلمان ملي كدير واحد بعض الاسئله الكتابيه او الشفويه يعني شويه كتحرك معاك الامور. ندوزو لواحد من القضايا اللي تتطرق الساكنه ديال مدينه عين عوده، وهي مساله الامن. كما كنعرفوا مدينه عين عوده ولات مدينه كبيره كما قلنا، لكن مازال كيشتغلوا فيها عناصر ديال الدرك الملكي، خاصه بعد تنامي بعض المظاهر ديال الانحراف، غياب ديال الدوريات الكافيه. كما كنعرفوا الدرك الملكي العدد ديالهم تيكون محدود، واصبح موضوع ديال ادخال الامن الوطني في بعض المرات داخل في الحمله الانتخابيه ولا. شوف، الموضوع ديال الامن الوطني هو قرار كيبقى بيد السيد مدير العام للامن الوطني والمتدخلين بطبيعه الحال في هذا الاختصاص. هذا كيبقى لنا حنا كمجلس كدير اما ملتمس يا اما يعني، وللاسف انه المجلس ما بغاش يدير الملتمس. حنا طالبنا بانه على الاقل نديروا ملتمس للمدينه كبرات، رغم المجهودات الكبيره جدا تدير الدرك الملكي، العناصر قليله جدا، ما يمكن لكش دير تما امبوسيبل تغطي المدينه وصعب جدا حتى لوجيستيكيا، وهذا صعب جدا. وفي الحقيقه الساكنه يعني حنا كنتلاقاو مع الساكنه كيقول لك ودي وعلاش حنا الامن ما دخلش وهذا، فهمتيني، يعني كاين هذا المطلب هذا وبالحاح ان الناس كيقول لك خاص الامن الوطني كذا الخدمات، وعلى الاقل حتى بعض المرات راه كيجي تيطالب الخدمات الاداريه، كيقول لك وعلاش انا كناخذ شهاده السكن هنا وخصني نمشي حتى
حتى مسنا وعاد نصاوب شهاده السكنه. لو كان حدايا هنايا غادي نصاوب شهاده السكنه هنا. يعني كاين بعض الخدمات مع الاداريه. العلم ان البنايات ديجا يعني البنايات موجوده. انا اعتقد ان البنايات موجوده. اعتقد يعني ما تيبان لي انه، انا على ما يبدو لي انه ان شاء الله يقدر يكون في القريب العاجل، ونتمنى انه يدخل الامن الوطني في القريب العاجل، لان عنده ارتباط الامن اللي كنقولوا الامن بالامان ديال المواطن والاستقرار ديال الناس والعائلات الى اخره. نقطة أخرى ديال الشباب عين عودة، كما فايت صرحتوا في اللقاء الأخير ديالكم، كيعاني من غياب فضاءات حقيقية، مثلا التعبير، التكوين، الترفيه، الرياضة. انا هذا السؤال كان طرح عليه كنت جاوبت عليه ولكن غنجاوب عليه بصيغه اخرى وعلاقته بالامن. لان باش احنا كاين بعض الاسئله تطرح عندنا مجموعه ديال الناس، كيجلسوا مع الاصدقاء، مجموعه ديال الناس كيتلاقاو معنا كيطرحوا عندنا هذه الاسئله هذو ديال الامن وعلاقته بالشباب والثقافه. هذا الامن حيت بزاف ديال، باش نرجع معك حتى الامن وعاد نجي لهذه ديال الشباب. انا كتعرف دابا هذا الانتشار ديال الظاهره ديال التجاره ديال المخدرات وحتى التناول ديالها، لان راه كاين المستهلك، فهمتيني، علاقه ترابط ما بين المستهلك والتجار والى اخره. هذه العمليه ولا هذه الفوضى العارمه، وهذا لاحظتي مؤخرا، وهذه الفيديوهات ديال التجاره وكذا والى اخره. هذا الامر هذا وعلاقته بالامن، الناس من خلال هذا الشيء بدات كطالب بالامن بزاف كذا. انا كنقول وقلتها للاخوان، حنا الدور ديالنا الاخوان راه ماشي محاربه هذاك ديال المخدرات. واش انا غنمشي نتحارب مع انا واش انا عندي الصفه الضبطيه؟ مستشار جماهيري ما عندوش الصفه الضبطيه كيحارب التجار ديال المخدرات ولكن عندنا كيفاش نحاربوا هاد الناس عموما. حنا كنهضروا بشكل عام، هاد الناس اللي كدير التجاره ماشي ديال المخدرات، جميع انواع المخدرات او الاشياء اللي كتخرب الشباب بصفه عامه، ما نهضروش على المخدرات بصفه عامه. حنا عندنا الحلول، عندنا التدخل استباقي قبل ما يتبلى لي انا ذاك الطفل ولا ذاك الشاب باش يمشي لي عند مول المخدرات. هذا راه هو التدخل ديالنا حنا كجماعه. شنو هو الحلول؟ والحل هو الذي فتح ليه الفضاءات. هذاك الشاب عنده واحد الطاقه، فتح ليه. واش حنا سادين عليه التيرانات خصو يخلص غادي يدخل، وافتح ليه الشاب انه يلعب كره القدم، وافتح ليه يمشي ليه للثقافه، ودير ليه المسرح، ودير ليه الموسيقى، وخليه يتنفس. وانا استباقيا غنستابق الظاهره قبل ما يتبلى لي. واش انا هذا الشاب ساد عليه كل شيء، ساد عليه التيرانات خصو يخلص، ما عندوش اصلا الوضعيه الاجتماعيه انت كتعرف ديال المواطنين، ساد عليه دار الثقافه. ودار الثقافه انا ما فهمتش هذه دار الثقافه، هذه من المصالح اللاممركزه كيتحكم فيها المجلس. ما فهمتش انا دار الثقافه راه مسدوده. واحد الجزء بسيط ديال شي كتوبه قدام، واحد الجزء ديال المكتبه اللي محلول، الاتجاه الاخر مسدود. خاصك تاخذ الاوكي من عند انا غير مفهوم. حل ليه دار الثقافه، خلي السيد يمشي ديروا المعهد الموسيقي، ديروا المسرح، خلي الناس دير الثقافه وحلوا المجالات. ها الاخوان راه الناس ما غتمشيش للمخدرات. حنا خصنا نحاربوا الظاهره قبل. هذاك الشاب فتح ليه، عطيه المجال، عطيه فين يعبر، عطيه فين يلعب، عطيه فين اون بارالي بطبيعه الحال مع الدراسه ديالو. وحنا سادين عليه كل شيء. هذا الشاب هذا حنا سادين عليه هذا الشيء، ما كاينش التشغيل. الشركات كلها راك شتي، عندنا شركه واحده كتشغل غير النساء ومن حقهم، لان عندهم هما لا ريزون علاش. الشركات الاخرى كلها مغلقه، او حتى اللي كانت خدامه راه كتغلق كتسد. القطاع ديال البناء، لي بروموتور الكبار، حنا ابار القطاع البناء ديال هذوك الناس المستفيدين اللي تيبنيو. الشركه الاخرين اللي لي غران سوسيتي ديال لي بروموتور الكبار راه حابسين، قليل واحد ولا جوج ولا كذا، وكتلقاه خدام مسكين ومضارب. يعني قطاع البناء حتى هو اللي كيهز لك واحد العدد كبير ديال التشغيل. جميع الشركات. وهذا الشاب هذا عباد الله فين بغينا نصيفطو؟ راه كتقول لي انت سير المخدرات، سير بحث على الاقراص المهلوسه، سير بحث على، واش فهمتيني؟ يعني انت كتشكل هذاك الشاب في المخيله ديالو. واش كيولي الظلام عنده، كيولي عنده غير الظلام، ما كيشوف، ما كيبانش ليه المستقبل، ما كاينش واحد الضوء ديال، ما كيبانش ليه حتى شي حاجه، كتبان ليه المخدرات فقط. دونك انا كنقولها وكنعاودها، الدور ديال المجلس الجماعي، حنا الدور ديالنا هو وقائي. كنستابقوا حنا قبل ما يمشي ليه يتبلى ليه، قبل انه ما يوصل عند هذوك الناس. راه هذا هو الدور ديالنا حنا، ماشي الدور ديالنا الدور ديال محاربه اصحاب المخدرات. كاين اختصاص امني واختصاص قضائي، راه كاين السيد وكيل المالي وكاين الناس ديال الدرك الملكيه راه عارفين خدمتهم، هذاك بعيد علينا حنايا، فهمتي كنمشي. ولكن هذا هو الدور الرئيسي ديالنا. واش حنا دايرينه؟ لا، سادين على الشباب، سادين على الاطفال، سادين. واش عباد الله بغيتي تلعب على الكره خصك تخلص. في كاينه هذه، ما كايناش كاع في العالم هذه. واش انا تيران مفتوحين وفين؟ في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في المغرب بالمجان، راه خص الناس تلعب.
هذيك ديال دار الثقافه حلوها، حل لي خلي الناس تلعب، دير المسرح، ديروا المعاهد الموسيقيه، دير واش ماشي حنا خسرنا بزاف. نزيدك اكثر من ذلك، حنا الجمعيات اللي تتشتغل معنا وتتاثر معك هذا الشباب. ها العدو الريفي، رغم ان حنا مدينه اللي ممكن جات لنا بطل عالمي وممكن تنتج، لان الجو ديال المدينه هو جو يقدر يصنع لك ديزاتلات في العدو الريفي وفي المسافات القصيره والطويله. هاد الجمعيات كلهم طحنوا من المجلس. علاش؟ لانهم ما كيمشيوش معاه في الاخوان في الانتخابات. ومنين طحنتي انت دوك الجمعيات اللي كدير لنا العدو الريفي، كانت مئات ديال الشباب اللي كتشوفهم تما كيديروا العدو الريفي. فينا هما؟ ما بقى حتى واحد، لان ما كتعطيش المنحه. وكتعطى المنحه لواحد الجمعيه اللي ما عمرها دارت نشاط، ولا نشاط، صفر. كطحن انت هذاك الشباب اللي كانوا كيأثروا لنا، هذوك الاخوان ديال دوك الجمعيات، لا سواء ديال العدو الريفي ولا ديال كره القدم، ما كتعطيهمش المنح، كطحنوا. راه كان كيأثر لك هذاك الطفل ولا ذاك الشاب باش ما يمشيش ليا انا متجه ليا اتجاه اخر ديال المخدرات او غيرها. دونك المجلس راه خاصو يفهم الاخوان، راه الناس راه غالطين، هاد الناس راه ما بغاوش يفهموا. راه انت ملي كتعطي المنحه لديك الجمعيه راه كيأثر ليا، كتغطي ليا انت واحد كنأثر واحد الشاب ولا واحد الطفل، مئات ماشي راه مئات ما كيعطيهمش المنح، وكنعطيو للجمعيه اللي ما كدير صفر نشاط. وبالتالي هذاك اش كيدير؟ كيسد هو الباب، كيقول لك اخويا ما بقيت لا غندير لا اطفال، ما نأثر اطفال، ما والو، انا المجلس ما كيعطيني والو. قولوا لهذوك الناس اللي ما كيديروش نشاط يديروا، ما كيديروش. دونك ها انت قتلتي مجموعه ديال الجمعيات. وهذا ما وقع في كره القدم مسدود هذاك التيران، حتى حل التيران علاش نسدوا انا هذاك ملعب بلدي. وخلي اخويا انا نفرح انا الا جا هذاك الطفل ولا ذاك الشاب باغي يلعب لي الكره، راه كان ايفيتي انني نمشي ليا لبلاصه اخرى. خلي وكل شيء مسدود. والاخوان راه كل شيء مسدود. راه حنا نقول لك راه الشيء اللي ما تدخلش. احنا راه دابا هذا طلب ونداء والحاح الى السيد العام من اجل التدخل. راه كل شيء مسدود. وراه واحد الاستياء الى لاحظتي واحد القضيه هذا مؤخرا، واحد الاستياء من طرف مساكن الشباب والساكن، واحد الاستياء، واحد التذمر. فين ما جلستي التذمر ما كاين حتى شي حاجه. يعني الناس ما حتى الايجابي ما بقاش، كاين السلبي. بحكم اننا كنهضروا ونناقشوا الموضوع ديال الشباب في عين عوده، واش انتم بحكم الاحتكاك ديالكم مع المجلس الجماعي، واش كاين واحد المجهودات في جلب استثمارات وجلب مستثمرين العين عوده باش نوفروا واحد فرص شغل للشباب داخل المدينه؟ كما كنشوفوا راه كل شيء في ذاك الصباح كل شيء كيهبط للرباط، يهبط هذا باش يخدم. حنا دابا عين عوده اصبحت حنا بحال الوطيل. راه اوطيل كيجيو الناس كيناسوا يمشيو يخدموا في الرباط ولا في سلا ولا في تماره، لان هنا ما كاينش الخدمه. واش توصل الرباط للاسف كاين شويه كاين الاشكال ديال التنقل، كاين البعد ديال المسافه. يعني كتلقى مثلا واحد خدام في حي الرياضه ما كيهبطش غير في طوبيس واحد، بحافله راه كيهبط في حافله وكيعاود ياخذ عاوتاني وسيله نقل. يعني كاين الخسائر، يعني عنده كيخسر بزاف وخصو يبقى تما غادي يتغدى، لان كتكلفوا هذيك الخدمه تما. الا كان غيصور 100 درهم غادي يخسر منها 50 درهم، فهمتيني، ما بين التنقل ماكله هذا الى اخره. وبالتالي هنا علاش كنقولوا دير خاص الشغل هنا، لان حتى هذاك كتيكونوميزي عليه مسكين هذاك، وحتى العذاب ديال يبقى غادي يجي. كان العمل هنا حداه وكتخلق حتى رواج ديال المدينه هنا، واحد الرواج كبير اللي كيتخلق. مساله ديال اللي طرحتي عليا ديال الاستثمار. انا تنتمنى ان المجلس يعطي شي احصائيات ويقول انني انا جيت ودرت راه جيت مستثمرين ودرت اجتماع فلاني مع القطاع الفلاني، ودرت اجتماع مع المجموعه الاستثماريه الفلانيه، وجدت الاستثمار الفلاني، ومشيت عند المدير المركزي الفلاني. يعطينا شي احصائيات ولا شي حاجه مشى دار. هذا صفر. انا لا بانت لكم وانا راه ما عمري شفتها. رغم ان رؤساء الجماعات كيبان لك هاز الملفات ديالهم وغادي كيمشي لك هو عند المجموعه الاستثماريه الفلانيه كذا، يبان لك غادي عند رئيس الجهه، يبان لك غادي الوزاره ديال الاستثمار، غادي لكذا. حنا ما عمرني شفت انا ولا كيجيبوا المستثمرين هنا وكيقول لهم ودي عندكم هنا فرص ديال الاستثمار، وحنا راه كاين هنا اليد العامله، الوعاء العقاري راه موجود فينا. هو حتى الوعاء العقاري راه ما بقاش، راه سالاوه مشى. لان ملي نقولوا 2009 2000 سالاو كل شيء. نورمال واش كتشجع انت الشركات كتقول لها ودي انا راه عندي الوعاء العقاري فابور غنعطي لك، ها هو كاين اليد العامله. بغيتوا شي حاجه تنسهلوا عليكم الامور الاداريه، تراخيص كذا، اي حاجه احتاجيتوها احنا موجودين. راه المستثمر باش يجي عندك راه كتعطيه، راه حيت الا ما عطيتيش انت راه كاين ناس اخرين راه كيعيطوا عليه، كيعرض عليك يقول لي انا نعطيك، اجي عندي اخويا استثمر عندي وخدم لي الناس. ولا اجتماع واحد
ولا مبادره واحده من اجل الاستثمار. ولا انا لا بانت لكم الاخوان، راه ما بانش ليا الى حدود الساعه انا هذه المده كلها اللي قضيتها داخل المجلس ولا مبادره، ولا مبادره، ولا نيه المبادره مستقبلا. هذا هو الخطير في الامر، حتى النيه ديال مستقبلا ما كايناش للاسف. لأن سي رشيد وصلنا للختام ديال هذا الحوار، هذا البودكاست. بغينا منك رسالة لساكنة عين عودة ورسالة للمجلس الجماعي المسير عين عودة. الرساله انا في الحقيقه للمجلس اكثر، الرساله للمجلس انه انه يفتح الباب، يفتح الباب من اجل ماشي غير ليا انا، يفتح المجال لجميع الشباب ديال عين عوده، من اجل انه يتصنت لهم، غير يتصنت لهم. راه الناس عندها افكار، ماشي هذا رشيد اللي قول لي، كاينين ناس احسن مني انا في عين عوده، الناس عندها افكار، الناس عندها مقترحات، الناس عندها علاقات باغيه تجيب لعين عوده. راه كاينين ابناء عين عوده اللي واصلين في ادارات وفي وزارات مهمه في كذا، وعندها افكار وعندها علاقات وباغيه تجيب للمدينه. فتحوا المجال لهذه الطاقات، فتحوا المجال. انا يعني ماشي غير راه المصلحه العامه والمصلحه الخاصه ديال المدينه، المصلحه دي فتحوا عباد الله لهذه الطاقات هذه. ما نبقاوش نجيبوا الجهال والناس ما قاريينش جالس في المجلس ما عارف حتى شي حاجه، مع احترام ان المجموعه منهم اللي بعض فيهم اللي تيسدي خدمات المواطنين. بعض الناس راه واخا ما تيكونوا منتخبين ما قاريش، ولكن كيسدي خدمات المواطنين وعنده الحس ديال المسؤوليه وعنده الحس ديال الوطنيه. تنهضر بصفه عامه، ولكن اطر باغيه تشتغل على الاخوان، كلشي مسدود مغلق، الابواب موصده، الابواب يعني ما خاصكش تعرف كاع انت شنو واقع كاع تما، ماشي عاد توصل تما ما تعرفش كاع شنو واقع تما كاع في المجلس. هذه رساله. الرساله الثانيه للمواطنين، اولا حنا راه هذه رساله عبركم انتم، انا نترشح للانتخابات التشريعيه، انا راه ما غنترشح ما والو باش ولكن الناس ديال عين عوده خاصهم هذه فرصه للتغيير، فرصه من اجل ان المدينه تنمى. هذه فرصه لجميع شباب وشابات ونساء عين عوده انهم يبحثوا على التغيير، ماشي فيا انايا، كاينين اناس اخرين اللي تقدموا لهم في انتخابات تشريعيه ينتخبوا على الاصلح، ينتخبوا على الاجود، ما ينتخبوش شي حد ما قاريش الاخوان، ينتخبوا على بروفايل مزيان، بروفايل اللي يكون جيد، اللي كيبان لهم فيه المستقبل. لان ماشي المستقبل ديالنا حنا، المستقبل ديال وليداتنا. حنا راه سالينا، فهمتيني، راه الانسان كيوصل لواحد العمر ديال 40 عام الفوق راه صاير سالين. حنا المستقبل ديال الابناء ديال هذه المدينه هذه، وبالتالي عبركم كذلك تنأكدوا ان هذه المدينه هذه راه واخا حنا دابا هذه المشاكل ديال المجلس وكذا، الدوله راه قايمه بشغلها، الاخوان في مجموعه ديال القطاعات، وراه جايه امور ان شاء الله مستقبلا اللي غادا دير الدوله، ماشي المجلس. الدوله في اطار التحضير ديالها للمونديال وفي اطار الدوله الاجتماعيه، كاين مشاريع كبرى ان شاء الله نتمنوا انها تنزل ان شاء الله في القريب العاجل، من اجل انها تخلق ديناميه ديال التشغيل ولا ديال الجماليه ديال المدينه، ولا كذلك الراحه ديال المواطنين في هذه المدينه الجميله اللي فيها جو جميل. للاسف اللي تذكرت للاسف ما بغينا، كنت نتمناش اننا نختموا به، ولكن هي انها مدينه جميله، ولكن هذه الروائح الكريهه للاسف انها تفسد المقام في هذه المدينه هذه. للاسف انا من المتضررين، ومجموعه ديال السكان هنايا من المتضررين ديال هذه الرائحه، ما تقدرش تجلسها الاستاذ للاسف. شوف سبحان الله العظيم باش ختمنا دابا حنا راه والله العظيم شوف دابا ختمنا بالاسباب حاجه يعني شو كنت نتمنى ما نختمش به، ولكن شاءت الاقدار اننا باش تعرف الوضعيه كي دايره، راه الوضعيه هي هذه الاستاذ. وشكرا. إذا نشكر الأستاذ رشيد لك على هذا الحوار الصريح والمليء بالتوضيحات، والذي شكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على عدد من القضايا التي تهم الرأي العام المحلي بجامعة عين عودة. نأمل أن يكون هذا النقاش قد أسهم في إيصال صوتكم ورسالتكم إلى كل من يهمه الأمر، سواء من المسؤولين أو المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي. وقبل أن نختتم هذا اللقاء نؤكد على أننا نفتح باب حق الرد لكل من يرى نفسه معنيا بما جاء في هذا الحوار، وخاصة لأعضاء أغلبية مجلس جماعة عين عودة.
إيمانا منا بحق الجميع في التعبير عن وجهة نظرهم وإغناء النقاش بما يخدم مصلحة الساكنة ويعزز مبادئ الشفافية والحوار الديمقراطي. كان معكم خالد أوجانا، نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست أسئلة. دمتم بخير. شكرا سي رشيد على قبول الدعوة، شكرا على وقتكم، تحياتي لكم. شكرا.